يا كابتن محمود، انا عاوز اعرف إقالة سيد أبو حفيظ فادتك بايه وفادت النادي الاهلي بايه؟ محدش يقول لي ان انا بتكلم في القديم، القديم مرتبط بالجديد. انت سيد، الخيانه كانت من جوه مجلس الاداره، الطعنه كانت من ظهر سيد، في ظهر سيد، من مجلس الاداره. محدش يقول ان كان سيد قصاد مرتضى، الكلام ده كله هجص، الكلام ده كله هجص. انت لو عاوز يقعد كان قاعد. المهم اللي حصل حصل، وجبت خالد بيبو، والراجل عاوز يتعلم ولاعيب كبير خالد بيبو، واللي ينكر كده يبقى راجل جاحد. خالد شخصيته غير شخصية سيد، وبعدين سيد ما بناش شخصيته من يوم وليلة. سيد أبو حفيظ بقى ياخد ويزود، يعني الضغط على الخصم ديت سيد أبو حفيظ واخدها من مانويل جوزيه. قاعد جنب مانويل جوزيه، ما قعدش زي قفص الجوافة، لا بقى يتعلم من مانويل جوزيه ويتعلم من شخصية مانويل جوزيه، وبقى يضيف لها من عنده. دي عمل شخصية سيد أبو حفيظ، بقى يلم من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ومن الكابتن حسن حمدي ومنك يا كابتن وكده. جيت سنة وخالد بيبو رحت مطيره. مين الجهبذ بقى اللي جاب او اللي وسوس في ودانك وقال لك نجيب محمد رمضان؟ محمد رمضان يا كابتن محمود انت زميلته في الملعب. محمد رمضان ده كاره لنفسه، ومحمد رمضان ده كان واقف ضدك مع محمود طاهر. كل واحد ليه رأيه، ما يمكن هو صح واحنا غلط. اول صدام عمله محمد رمضان ما مسك مدير كورة بعد ما بطل لعب على طول، كان مع صديقه الصدوق ايمن شوقي. اول صدام عمله مع ايمن شوقي، وهو السبب في رحيل ايمن شوقي. تجيبه يعمل ايه؟ تجيبه كان شغال شغل غناوه، كل شويه يقول لك عاوز امشي. عمل ايه؟ اتسبب في رحيل لعيبه بسبب عدم تمديد عقودهم، ابرزهم الواد حمزه علاء. حمزه علاء اللي هنندم عليه كتير، واكرم توفيق. سيبك بقى من رامي، وسيبك من ياسر اللي كان هيمشي برضه زي رامي، بس انا بتكلم على الاثنين لعيبه دول. ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي الا في عهدك يا كابتن، مره مش بذنبك والمره دي بذنب واحد انت جبته يمسك مدير رياضي. المره الاولى اللي ما كانش بذنبك كان محمود طاهر ماشي وما جددش لعبد الله ولا جدد لاحمد فتحي ولا جدد لشريف والكلام ده، واللي مشي وكان بسببهم ان احمد فتحي مشي وعبد الله سعيد بسبب الشيطان اللي كان بيوسوس في دماغهم شريف اكرامي. ما علينا، مش هنرجع للقديم، خلينا في الجديد. دلوقتي هو وصلك بواحد لعيب زي احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا يعني مش هو حامل الحمى، احنا كلنا كنا بنهاجمه الشهر اللي فات باصرار عماد النحاس ان يلعب باك يمين باك شمال، وكان بوجود علي معلول، كنا كلنا بنهاجمه. بس لعيب دولي، يعتبر لعيب دولي وبيلعب في كذا مركز. اتسبب ان لعيب زي ده لقى نفسه فري. السنه اللي فاتت كان بيتحايل على محمد رمضان يجدد له عقد عشان المرتب بتاعه يزيد، ما بقاش يرد عليه. وحاجه تانية، انت عندك في وكيل اسمه احمد يحيى، ده شطان بيلعب في ودان اللعيبه. احمد يحيى ده وكيل بتاع احمد عبد القادر، وكيل امام عاشور. وانا بقول لك انا هو انت اهو، امام عاشور مش هيكمل سنتين في النادي الاهلي بسبب الواد اللي معاه اللي اسمه احمد يحيى. يا ريت لو عندك اللعيبه بتاعتك تقدر تسيطر عليها ويغيروا المنجر بتاعهم، يغيروا الوكيل بتاعه، مفيش فيها مشكله. والوكيل اللي هيتدخل في شغل النادي الاهلي ويقول لك تريزيجيه بياخد كام وزيزو بياخد كام، لازم تكون في معامله من حديد، لازم يكون في قبضه من حديد مع الناس دي. النادي الاهلي اي واحد بيجي فيه بيزيد مش بيقل، بيزيد مش بيقل. احنا عاوزين لعيبه تبقى زي الواد محمد علي بن رمضان وعلي معلول، ليه المرتب بتاعه عقده وليه بيديك شغلك، بيعمل بالفلوس اللي بياخد بيها. لكن شويه الحلنجيه واخرهم الواد الصهيوني اللي اسمه اسامه ابو علي ده برضه، ده شغل وكله، شغل وكله وشغل
عدم إدارة الأزمات بحكمة، عدم إدارة الأزمات بحكمة. الناس اللي زي دي بتنفخ فيها بترد في وشك. أنا كل الخوف إن فرط الفريق يفرط منك يا كابتن. أنت بعد العامر فاروق الله يرحمه وأنت الإدارة عندك بقت 40-60 بعد ما كانت 95.9 بقت 40-60. الإدارة عندك بقت 40% دلوقتي بسبب الله يرحمه العامر فاروق. يا ريت في مجلس الإدارة الجديد أو يا ريت في الفترة الانتخابية الجديدة تدور على واحد شبيه العمرو فاروق، يكون سند ليك وظهرك ويكون بيحبك بجد مش بتاع مصلحتك. انت اللي سندك دلوقتي بعد ربنا شركة الكورة. ولو فضل العدل عمرو الواد عدلي اسمه عدلي، انا بقيت انسى والله العظيم، بنسى القريب. عدل القيعي، لا حول ولا قوة الا بالله. لو فضل معاك عدل القيعي معاك في شركة الكورة كان النادي الاهلي ده كان هيبقى زي الزمالك، وكان بنسبة كبيرة كان هيجيبوا بشركة تديره. انت اللي ساندك دلوقتي واللي بيساعد معاك في المرتبات شركة الكورة بالناس اللي جت جديدة. يا ريت يا كابتن نفوق قبل فوات الاوان. انت عندك القرعة بتاعت الدوري اتعملت. الاهلي هيلعب على استاد القاهرة 10 مباريات وهيلعب بره 10 مباريات. الزمالك هيلعب على استاد القاهرة 13 مباراة ومش عاجبينهم وبيحتاجوا. لجنة القرعة اللي اتعملت حاطين الزمالك وبيراميدز المباراة ال20. والله حتى لو المباراة الأولانية كده الزمالك ده تفويته خلاص، هم خدوا على كده الست نقط. لو الزمالك وصل للسبعة اللي فوق ال6 نقط مضمونين لبيراميدز بمباراة الزمالك. والمفروض النادي الأهلي برضه 6 نقط بتوع الزمالك يبقوا مضمونين 100% للنادي الأهلي. ومباراة بيراميدز أقل حاجة ناخد من بيراميدز 4 نقط، وبإذنك يا رب هناخد ال6 نقط بالسكواد اللي موجود معانا ده وبالمدرب اللي ربنا يوفقه مع النادي الأهلي بإذن الله. يا ريت نصحصح وتشوف حد يساعد محمد يوسف لحد دلوقتي 10/10. الواد ده اسمه محمد جودة عامل زي يقارب لسعد عبد الحفيظ وقادر يتعلم ولعيب قلبه جامد بيهموش وبيدافع عن الأهلي باستماتة. يا ريت يكون لعيب زي ده يجي مع الكابتن محمد يوسف مساعد ليه ويتعلم من محمد يوسف. ده ابن من ابناء النادي الاهلي وكان في الناشئين. الله اعلم انت بتفكر في ايه، واستر علينا ربنا. الفتره دي فتره فراغ من غير ما بنشوف النادي الاهلي. ان شاء الله قربت اهيت، وباذنك يا رب لو فزنا ال20 مباراه الاولانيه في الدوري باذن الله يا رب العالمين هنفوز في الدوري قبل نهايه ال7 مباريات بكذا مرحله باذنك يا رب، باذن الله يا رب العالمين. وبالتوفيق للنادي الاهلي. معلش طولت عليكم يا رب العالمين.